السلام عليكم. خدوا بالكم يا جماعه، يوم 8 ابريل اللي جاي هيحصل كسوف كل للشمس، وفعليا النهار هيتحول لليل، والكسوف ده هيقعد لمده اكتر من 5 ساعات، والكسوف ده ما حصلش من اكتر من 375 سنه. فارق كلنا نستعد. الكلام ده انتشر اليومين اللي فاتوا في جميع وسائل التواصل الاجتماعي. لكن احب اقول لكم بقى ان دي فعلا كدبه ابريل، واحلى هبده دي ولا ايه؟ العبد لله بقى جاي علشان يقول لكم الصح بيقول ايه. بس قبل ما نبدا اعمل لايك وشير، اشترك لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يجيلك كل ما هو جديد. ويلا نقول مبدئيا كده، علشان نعرف الصح لازم نعرف الكسوف دوت عبارة عن ايه. ببساطة كده الكسوف دوت لما بيحصل بيبقى القمر ما بين الأرض والشمس، فالقمر اللي شبهك كده بيغطي على ضوء الشمس وبيحجبه عن الأرض. وللعلم رغم ان القمر أصغر من الشمس تقريبا ب 400 مرة، لكن بالنسبة لنا الاتنين قد بعض تقريبا. ولو حصل الكسوف الكلي للشمس، النهار فعليا هيتحول لليل وهيحجب ضوء الشمس عننا كليا، وده بسبب ان القمر اقرب بكتير من الشمس، وده اللي بيخلي القمر يخبي قرص الشمس بالكامل. وهنا واحد عبقري يسالني سؤال مهم قوي: القمر شهريا بيلف حوالين الارض لفه كامله، طب احنا ليه بقى ما بنشوفش ظاهره الكسوف الكلي شهريا مع كل لفه؟ هجاوبك: القمر ما بيدورش على نفس مستوى المدار اللي الارض بتدور عليه حوالين الشمس. المدار اللي بيتحرك فيه القمر مختلف عن المدار اللي بتتحرك فيه الارض ب5 درجات. ونفهم من كده ان القمر لما بيدور حوالين الارض يا اما بيبقى اعلى من الشمس يا اما بيبقى اوطى من الشمس، وبالتالي ما بيبقوش على اصطفاف واحد. دلوقتي يطلع يقول لي يا عم انت زهقتنا معاك، هو الكسوف ده بيحصل امتى؟ هقول لك يا نجم، الكسوف ده بيحصل في نقطتين بس، والنقطتين دول اسمهم النقطه الصاعده والنقطه الهابطه للقمر. لكن الكسوف ده ولا نوع واحد ولا حاله واحده، يعني ممكن القمر يجي عند نقطه منهم مثلا بس بجنب مش موجه للشمس، فما يحصلش اساسا كسوف، ودي حاله. وفي حالة تانية ممكن يبقى موجه للشمس بس مش بشكل مباشر فيحصل كسوف جزئي. والحالة التالتة ان هو يبقى موجه للشمس مباشرة فيحصل كسوف كلي، لانه بيغطي على كل الضوء اللي طالع من الشمس. وهو ده يا معلم الكسوف اللي الدنيا مقلوب عليه اليومين اللي فاتوا، وهو دوت محور حلقتنا النهارده. تعالى بقى نسأل نفسنا السؤال المظبوط: هو يوم 8 ابريل هيحصل كسوف اصلا؟ ولو هو هيحصل، انا قلت على الحوار من الاول هبدي ليه؟ تعالى نشرح. فعلا يا صديقي، يوم 8 ابريل اللي جاي هيحصل كسوف، لكن الكسوف ده هيحصل في دول معينه من العالم، ومش هيحصل في مصر زي ما الناس متصوره. ومش مصر بس، ده مفيش ولا دوله في افريقيا ولا في اسيا كلها هتشهد الكسوف ده. الله، طب ليه؟ هقول علشان الكسوف الشمسي عادة بيغطي أماكن معينة في الكرة الأرضية، وده علشان القمر لما بيحجب أشعة الشمس فبيرمي الظل بتاعه على حتة معينة في الكرة الأرضية بطريقة كلية، يعني مش هيحصل في مصر أصلا. وبكده يبقى غطينا الهبدة الأولانية. يلا بينا بقى نتكلم على الهبدة التانية، وهو إن الكسوف ده ما بيحصلش غير كل 375 سنة، وده كلام ملوش أي أساس من الصحة. طب إيه الصح؟ يلا نقول. تعرف يا صديقي إن في سنة من السنين حصل فيها كسوف شمسي 5 مرات في سنة واحدة؟ والكلام ده حصل سنة 1935. طب فكك يا سيدي من الكلام القديم ده، السنة دي سنة 2024 هيحصل كسوف شمسي مرتين بحل، واحد في 8 ابريل اللي جاي وواحد في اكتوبر اللي جاي، وعموما هيبقى كسوف حلقي. هتقول لي يا عم الناس كانت بتتكلم على الكسوف الكلي، يعني هو انت هتقف على الكلمة؟ هقول لك يا عم هطوع. حتى لو ركزنا على الكسوف الكلي بس فده ما بيتكررش كل 375 سنة ولا حاجة. اخر كسوف كلي حصل السنه اللي فاتت اصلا في 20 ابريل اللي فات. طيب تعالى اقول لك 375 سنه دول بيشيروا ليه. الحكايه كلها ان الحسابات الفلكيه بتقول ان علشان يحصل كسوف في نفس النقطه في نفس الاحداثيات فده بيحتاج ل 375 سنه. لكن لو عاوز تشوف الكسوف الكلي في مصر وطالبه معاك يعني، فهبشرك وهقول لك ان ده هيحصل حسب كلام الفلكيين يوم 2 اغسطس سنه 2027. طب معلش اخر هبدا هنوضحها علشان جالي احباط. والهبدة بتقول ان الكسوف دوت هيستمر اكتر من 5 ساعات. طب ايه الصح؟ تعال نشرح. اي كسوف كلي بيحصل مدته بتتراوح من ثواني ل7 دقايق على اقصى تقدير، ولا 5 ساعات ولا 3 ايام ولا اي خزعبلات من دي. طب 5 ساعات ديت جت منين؟ هقول لك. الكسوف الجزئي يا نجم هيفضل اكتر من 5 ساعات و10 دقايق تقريبا، والكسوف الكلي هيبقى اخره 4 دقايق بس. يعني من الاخر اختلط عليهم الامر ومجرد فهم خاطئ ان الكسوف هيفضل في مكان واحد والدنيا هتضلم فيه بعدد الساعات ده، وده يا صديقي كلام خاطئ تماما وملوش اساس من الصحة. قشطة؟ تمام. يعني من الاخر الكسوف اللي الناس بتتكلم عليه في السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا دول ولا هيحصل في مصر، ولا بيتكرر كل 375 سنة، ولا الدنيا هتضلم 5 ساعات. بس كده. فبيتهيألي احنا غطينا الموضوع بكل تفاصيله. لو استفدت ولو بمعلومة ادعمني بلايك وشير، اشترك لو لسه ما اشتركتش،
السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين.